السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. كل سنة وانتم طيبين، أجمل وأحلى متابعين. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو، حابة أفكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد أعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، أجمل وأحلى متابعين. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله هجهز معاكم الفطار. قلت بقى كده افاجئ الولاد وزوجي واعمل لهم محشي. طبعا كلنا عارفين طريقة المحشي وشطار فيها، بس قلت اشارك معاكم عشان برضو تبقوا عارفين طريقتي في المحشي. المهم ان انا جبت كرومبة، شلت طبعا منها الراس زي ما شفتوا كده. انا بحب اسلق الكرومبة كلها مرة واحدة. بجيب حلة اكبر وببتدي انزل بالكرومبة زي ما انتم شايفين كده. بحط في المية بحط معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، وبسيب المية بتاعتي تغلي، وبعد كده ببتدي انزل بالكرومبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا اول ما الورق بتاع الكرومب يبتدي يطرى ببتدي اشيله. بس مش بسيبه يطرى قوي، عشان انا لسه بطلعه زي ما انتم شايفين كده على الصينيه. السخونيه دي برضو بتخليه يكمل سوا. المهم كده دايما سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلص بسرعه. طبعا رمضان مش معنى ان احنا في رمضان نبقى كسلانين. قلت كده بقى اعمل لهم محشي، وكمان هسلق لحمه، وهعمل معاكم كمان التمر. المهم طبعا سلقت الكرنبه كلها زي ما شفتوا كده، وجبت طبعا بوله وحطيت فيها ميه عشان لو فضلت سايبه الورق بتاعي سخن هيبتدي طبعا يفضل يستوي لحد ما يطرى خالص، اجي احشيه معرفش احشيه. المهم طبعا بقطع الورق بتاعه زي ما انتم شايفين كده، وببتدي يعني الحته اللي قدام دي بشيلها عشان الورقه بتاعتي تبقى مظبوطه. المهم يعني ان انت قطعي الورق الكرنب بالطريقه اللي تريحك، بس دايما سمي الله وصلي على الرسول عشان تلاقي كل حاجه بتطلع من ايديكي زي الفل. خلصت بقى تقطيع الورق زي ما شفتوا، هبتدي بقى اقطع الورق المقاس اللي انا عايزاه. وطبعا لو حابه تفرزي الورق على فكره ممكن تقطعيه وتفرزيه، وممكن بعد ما تقطعيه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده برضو تحطيه. انا عن نفسي لما بفرز يعني كروم بقطعه، مش بحطه، مش ان انا بلفه رول وبعد كده بحطه في الطبق بتاع التفريز، لا انا بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وببتدي ارصه في طبق، وبعد كده بغلفه بستريتش وبدخله على الفريزر. المهم بقى هعمل التسبيكه بتاعه المحشي. هبتدي احط معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت او اي ماده يعني دهنيه انت بتحبيها مفيش مشكله. وهبتدي انزل بمعلقه من الصلصه. وطبعا مقطعه الطماطم، بصراحه من يوم ما جربت المحشي ان انا اقطع الطماطم له لقيته طعمه بيبقى حلو قوي. قطعت الطماطم ونزلت بمعلقه من السكر وهرسه شطه، وكمان نزلت بمكعب ماجي. لو مش حابه تحطي مكعب الماجي مفيش اي مشكله، ولكن بصراحه انا لما جربته مع المحشي لقيته بيخلي المحشي طعمه حلو، وكمان ريحته حلوه قوي قوي. عندي بقى هنا قطعت البصل وحطيت عليه فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه وملح، وكمان كان عندي كوسه وفلفل برضو قورتهم كده ونضفتهم. وقطعت الخضار بتاعي، يعني جهزت كل حاجه كده جنبي عشان خاطر ابقى مسهله على نفسي وانا بعمل الحاجه. طبعا بقى والتسبيكه بتاعتي بتتسبك هبتدي اعمل التمر ده كنت جايباه، وقلت كده اعمل منه قطعه. هو بيقعد كتير على فكره، يعني انا حطيت قطعتين ثلاثه زي ما انتم شايفين، والباقي بقى هحطه تاني في التلاجة. عايزه اقول لكم اللي انا عملته في الحله ده يعني ما شاء الله ملالي ازازه وشفشق زي ما هتشوفوه دلوقتي. بس دايما سمي الله كده وانت بتعملي كل حاجه عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها. المهم طبعا هسيب الميه بتاعتي تغلي، وبعد كده بنزل بالتمر زي ما انتم شايفين، وانزلي بكميه السكر اللي انت عايزاه. اول ما بيغلي بس غلوتين ثلاثه بيبتدي بقى يستوي كده وينزل كل حاجه فيه. ببتدي بقى اصفيه، شايفين لونه عامل ازاي. بعد ما بصفيه البذور اللي بتطلع منه دي لو حابين تحطوا عليها ميه وترجعوها تاني على النار مفيش مشكله. بس انا خلاص يعني استكفيت بقى ان هو كده خلاص مش محتاجه ان انا احط عليه ميه تاني. المهم ان انا هصفيه وتكون كمان المصفى ناعمه عشان ما يبقاش فيه اي بذور. عايزه اقول لكم التمر ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي، واحلى كمان من اللي بنجيبه جاهز من بره. يعني لما تعمليه كده في البيت احلى، وطريقته سهله زي ما انتم شايفين كده. المهم طبعا ان انا صفيت التمر بتاعي احطه بقى في الشفشه، وبعد كده في ازازه زي ما انتم شايفين كميه قد ايه ما شاء الله. المهم طبعا هبتدي احطهم في التلاجة قبل المغرب كده، بطلعهم عشان يهدوا شويه. في الوقت ده بقى كانت التسبيكه اتسبكت، نزلت عليها بالرز طبعا بعد ما غسلته وخليته زي الفل وصفيته من اي ميه، وبعد كده الخضار وهبتدي احشي. بالنسبه بقى للملح اللي بحطه للاكل انا بحط كده زي ما بيقولوا بالبركه، والاكل بيطلع طعمه حلو الحمد لله. بس دايما سمي الله وصلي على الرسول عشان كل حاجه تطلع من ايديكي زي الفل ان شاء الله. طبعا بقى هعمل طبق شوربه خضار. عايزه اقول لكم شوربه الخضار دي بتبقى حلوه خصوصا لو مدخله فيها الوانات كتير. انا كان عندي بصراحه فاصوليا خضراء وكوسه وكمان جزر وبروكلي، قلت بقى اعمل طبق شوربه خضار كده. طبعا عندي معلقه من السمنه او معلقه من الزيت، ولو مش حابه تحطيهم براحتك. انا حطاها ليه
عشان بس اشوح فيهم معلقه صغيره من الثوم، ومش بدي للثوم لون، انا بشوحه بس كده، وبعد كده بنزل بالخضار اللي اكون طبعا غسلاه ومنضفاه وبشوحه، وبعد كده بنزل بالمرقه. انا طبعا سلقه اللحمه، ما حبيتش ان انا احمرها او ادخلها الفرن، مسلوقه كده حلوه، لان في رمضان بصراحه الحاجه لما بتكون يعني مسلوقه كده بتبقى اخف واحسن. المهم طبعا في الوقت ده بقى كنت هجهز الفطار. طبعا حطيت معلقه من السمنه، معلقه من الصلصه، ونزلت بقى بالمرقه بتاعتي، وكمان برضو الكوسه، لحد طبعا ما استووا وشربوا وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بصراحه لما بكون عامله محشي بحب اقدمه على الصينيه كده زي ما انتم شايفين، اولا ما بيبقاش فيه مواعين كتير وشكله بيبقى حلو. وحطيت كمان شوربه الخضار والعصير بتاعنا، وطبعا كوبايه عصير فراوله عشان عمر بيحب عصير الفراوله، كانت عندي بصراحه في التلاجة. هبتدي برضو احطها، وده كان الفطار بتاعنا، ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى بخلص الفطار كده سريعا، وببتدي ادخل على المطبخ على طول عشان انضفه قبل ما اروح اصلي التراويح. عملت ايه بقى؟ عندي كركديه بصراحه مش هنشربه، فبدل ما برميه بحطه بقى في اي حاجه مخصصاها ان انا اغسل فيها عيون البوتاجاز، وبعد كده بشيل عيون البوتاجاز بحطها في الكركديه، على ما طبعا اخلص المواعين يكونوا يعني اتنقعوا شويه، بعد كده ادعكهم يبقوا نضاف. طبعا بقى سميت الله كده وصليت على الرسول، وابتديت اغسل المواعين. وابدأي بالحاجه اللي انت حاسه ان هي نظيفه، يعني زي الكوبايات، الشفشق بتاع العصير، البولات، الحاجات اللي انت بتبقي حاسه ان هي نظيفه ابتدي بيها المواعين. وبعد كده طبعا الحلل هي اللي خليها اخر حاجه. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه. بصراحه مش معنى ان احنا في رمضان نبقى كسلانين، لا، لازم برضو نشوف كل حاجه ورانا. احنا بقى عاملين تنظيفات عميقه قبل رمضان، فدي بتسهل علينا ان احنا بقى بنشتغل اليوم بتاعنا العادي، بننظف المطبخ، بننضف الغرف، يعني اليوم بتاعنا العادي طالما احنا كده كده بقى منضفين تنظيف عميق. المهم طبعا هغسل المواعين، انا ما بحبش ان انا اسيب مطبخي كده وبعد بقى ما اجي من صلاه التراويح اغسله، لا، باحس إن أنا مش عايزة أدخل فيه، باحس إن أنا نفسي مسدودة، مش عايزة أعمل فيه أي حاجة، لإن طبعًا كلنا عارفين إن بعد ما بنيجي من صلاة التراويح يعني بنرتاح شوية، وبعد كده طبعًا بنقوم نجهّز السحور. فقُلت لأ، أشطّب المطبخ بتاعي أحسن، ويبقى كده رايق ونضيف وزي الفل. كمان بصراحة أنا ولادي بيفطروا بسرعة، يعني عايزة أقول لكم يمكن ما بيقعدوش على طول بيفطروا، وزوجي كمان وأنا كده. إحنا بناكل في السحور، يعني ممكن في السحور نكون بناكل، لكن الفطار يا دوبك بنشرب العصير أو أي حاجة عاملاها يعني نفطر عليها، وبعد كده الفطار على طول. فعشان كده بصراحة بنخلّص بسرعة، فباحس إن في وقت عندي إن أنا أنضّف المطبخ بتاعي الحمد لله. المهم طبعًا غسلت المواعين وباحطها على الصفاية اللي ورايا عشان لمّا تصفّي أرجّع كل حاجة مكانها، أنا عايزة أخرج من المطبخ أخلّيه نضيف وزي الفل، شمعة منوّرة زي ما هتشوفوا دلوقتي. بعد كده بقى جِبت الحوامل بتاعة البوتاجاز بادعكها يوم فيه ويوم ما فيش، ليه؟ لإني أنا منضّفاها من أي دهون عليها، فلو سِبتها أو أهملت فيها هتبتدي ييجي عليها دهون يعني وتتعبني لمّا آجي أغسلها. الحاجة لو يعني إيدِك فيها على طول مش بتتعبِك في الغسيل، بالعكس بتبقى كده منوّرة وحلوة ومش بتتعبِك لمّا بتيجي تغسليها. المهم طبعًا دعكت برضه الحوض بتاعي والرخامة ونشفتها زي ما أنتم شايفين كده. هابتدي بقى آجي على البوتاجاز، عايزة أقول لكم أي مسحوق بودرة عندِك اغسلي بيه أي حاجة stainless بيخلّي الstainless بيلمع. أنا كان عندي بقى بصراحة شوية مسحوق كده أوتوماتيك مش هاستعملهم للغسالة الأوتوماتيك، ليه؟ لإني بصراحة لمّا باغسل الهدوم باحس إن المسحوق كده بيطلع على الهدوم، فقُلت خلاص أنا هاجيب مسحوق جل أحسن. ودول هاخلّيهم كده أغسل بيهم البوتاجاز أو الحوض بتاع المطبخ. المهم طبعًا نضّفت البوتاجاز بتاعي، وحوالين البوتاجاز برضه نضّفته كده مكان بقى طرطشة أي حاجة. في الوقت ده بقى المواعين طبعًا اتصفِّت، هارجّع كل حاجة مكانها، والصفاية كمان هاشيلها واغسل الطبق بتاعها ده واصفّيه من أي مَيّة عشان برضه تبقى نضيفة وزي الفل، وهامسح بقى الفرن وهامسح كمان الرخام. طبعًا بقى بعد ما مسحت الفرن والرخامة بتاعتي وكمان كل حاجة بقى رجّعتها مكانها زي ما أنتم شايفين كده، هابتدي أكنس المطبخ، وطبعًا السجادة اللي بتبقى في المطبخ بابتدي أطلّعها على سور البلكونة عشان لو فيها أي مَيّة يعني تتشرّب كده وتبقى ناشفة. طبعًا الضُرَف دي أنا فتحتها طلّعت منها حلة، طلّعت منها بولة، فطبعًا الفوطة دي فيها مَيّة بكلوريكس ألوان وعصراها، بابتدي أمشي على الضُرَف زي ما أنتم شايفين كده بتلمّع كل حاجة. طبعًا لو سِبت أي حاجة أنا فتحتها هيبتدي يعني يتكوم عليها دهون، هتبقى متبهدلة وآجي أنضّفها هتتعبني، فكده أسهل ليّا. يعني عايزة أقول لكم سريعًا كده وأنا واقفة نضّفت كل حاجة. كمان برضه دي الضرفة اللي بتبقى فوق الحوض، مكان ما بافتح برضه أطلّع الكوبايات، الأطباق برضه هامسحها وأنضّفها.
بعد كده بقى مسحت السيراميك زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي طبعا هجيب دلوقتي طقم التوابل. مكان طبعا ما كنت بطبخ مسكت بقى البرطمانات اللي هتشوفوها دلوقتي، فعايزه برضو انضفها تنظيفه سريعه مش هتاخد مني وقت. كمان البرطمان ده هغسله وانضفه واملاه، البرطمان ده يوم فيه ويوم ما فيش بغسله وانضفه واملاه ميه، لان عندي ادهم وعمر مش بيحبوا يشربوا من التلاجة. عايزه اقول لكم اساسا لما بملاه واحطه على الرخامه بيبقى كانه طالع من التلاجة. غسلته بقى ونضفته. عايزه اقول لكم البرطمان ده كانت بنوتي ربنا يبارك فيها هي واخواتها كانت جايبهولي في عيد الام السنه اللي فاتت، فبملاه بقى واحطه على الرخامه كده لادهم وعمر. المهم طبعا غسلته ونضفته، وغسلت كمان عيون البوتاجاز ورجعتها مكانها، بس طبعا نشفتها الاول وبعد كده رجعت الحوامل زي ما انتم شايفين كده. البوتاجاز بقى نظيف وزي الفل، اعمل بقى عليه السحور كده وانا يعني حاسه ان نفسيتي كده مرتاحه، مش البوتاجاز بتاعي متبهدل. وانا بنضف الضرفه بتاعه المطبخ كيس الدقيق لقيته محطوط، وطبعا البرطمانات اللي بتفضى انا بغسلها وبعينها نظيفه، فقلت لا هفضيه في البرطمان بتاعه عشان طبعا يبقى الضرفه من جوه يعني منظمه وشكلها حلو. وبما اني طبعا مسكت طقم التوابل زي ما قلت لكم اكيد برضو لازم يتمسح هو كمان، والستاند بتاعه ده او الحامل بتاعه برضو هنضفه، مش هياخد اي وقت يعني. هو بصوا صغير ومش هياخد مني اي وقت. عايزه اقول لكم بقى كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم، ربنا يخليكم ليا، اجمل واحلى اخوات واجمل عيله في الدنيا. شكرا جدا على الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات، ربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هنا الفوطه زي ما قلت لكم فيها كلوريكس الوان، وطبعا مبلوله ميه وعصره، وبمسح بيها اي حاجه بتنضف. والسيراميك كمان جيت على الحامل الكبير ده برضو نضفته، والورق ده مسحته لان انا عاملاه كذا طبقه فوق بعضيها فبتستحمل ان انا امسحه وارجعه زي ما انتم شايفين كده. رجعت بقى الحاجه بتاعتي على نظافه كده احسن وكده اريح ليا الحاجه كده بقى لما اجي انضفها ما تتعبنيش. نضفت الرخامه بتاعتي، نضفت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده، ما خدتش مني اي وقت. بس دايما سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليه. حطيت كمان دوره في الغساله، يعني قلت على ما اجي كده من صلاه التراويح تكون خلصت ابتدي انشرها. وعايزه اقول لكم بقى كان في كوبايه تمر قلت برضو اشربها قبل ما اخرج كده. طبعا غيرت هدومي، ولحد هنا بقى هيكون الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملوا شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين، ربنا يديمكم في حياتي نعم. طبعا بقى مسحت كده وحطيت المفرش الحلو ده والفازه دي كمان، وهسيب بقى الاضاءه الحلوه دي وابتدي اطفي نور المطبخ. عشان كده خلصت كل اللي ورايا، المطبخ بقى شمعة منورة. طبعا بقى هدخل اخد شاور كده واغير هدومي، وهبتدي طبعا على الجامع على طول. ربنا يا رب يتقبل مننا كل حاجة بنعملها، ويجعله رمضان سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. قلت كمان بقى أشرب كوباية التمر ده عشان عايزة أقول لكم بصراحة التمر ده أنا بحبه جدا جدا. وهبتدي بقى أطفي نور المطبخ، خارجة منه كده شمعة منورة. عايزة رأيكم في الفيديو عشان طبعا رأيكم بيهمني، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمة. أجمل وأحلى متابعين، كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.